سيشهد العالم الإسلامي خلال أيام معدودة حدثاً فلكياً مهماً ونادراً في ظاهرة استثنائية لا تتكرر إلا بعد دورات زمنية طويلة قد تصل إلى قرن كامل من الزمان. تأتي بالتزامن مع موسم الحج هذا العام في حدث يمر كل 33 عاما تقريبا، لكن المثير أن الظاهرة سنشهدها بالتحديد في يوم عيد الأضحى المبارك الأربعاء القادم، وهنا تختلف الحسابات الزمنية تماما. فبينما سيكون الحجيج يصدحون بتكبيرات العيد وهم يطوفون بالكعبة المشرفة، وبالتحديد أثناء رفع أذان صلاة الظهر في المسجد الحرام، ستتوسط الشمس قبة السماء تتعامد على الكعبة المشرفة مباشرة. ستبلغ الشمس أقصى ارتفاع لها بزاوية تصل إلى 90 درجة، مما يؤدي إلى سقوط أشعتها عموديا على الكعبة، وبالتالي يختفي ظلها وظلال جميع الأجسام الموجودة في مكة المكرمة. هذا التزامن بين تعامد الشمس على الكعبة وعيد الأضحى يحدث بسبب توافق نادر بين فروق التقويمين القمري والشمسي، ولا يتكرر إلا مرة كل نحو 100 عام تقريبا. في تلك اللحظة يستطيع أي مسلم في أي بقعة عبر العالم تحديد اتجاه القبلة حينها بواسطة رؤية الشمس فوق الأفق في وسيلة طبيعية بالغة الدقة وأيضا التعقيد. فاتجاه الشمس المباشر سيكون هو اتجاه الكعبة المشرفة، وظل أي جسم عمودي على الأرض سيشير تلقائيا إلى اتجاه الكعبة وبدقة كبيرة. لكن السؤال الأهم: ما سبب حدوث هذه الظاهرة الفريدة؟ باختصار، يكمن السر في الفارق الزمني بين السنة الشمسية والسنة القمرية البالغ 11 يوما، وهذا يجعل السنة الهجرية تستغرق 33 عاما لتعود إلى نفس التوقيت من السنة الشمسية، وتدور المناسبات الإسلامية عبر فصول السنة. تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة في الأصل بسبب موقع مكة المكرمة على خط عرض 21.4 درجة شمالا، فأثناء حركة الشمس بين خط الاستواء ومدار السرطان يمر مسارها مرتين بهذه الزاوية بالتحديد أثناء رحلتها السنوية بسبب ميلان محور الأرض. تعليقات كثيرة على مواقع التواصل تفاعلت مع تفاصيل هذه الظاهرة المثيرة. حنين تكتب معنا: ظواهر فلكية تؤكد كل يوم قدرة الله ومعجزات الكعبة. الأنظار كلها ستتجه نحو الكعبة من كل أنحاء العالم لدراسة هذه الظاهرة الفلكية النادرة. ماذا عن محمد؟ يكتب: تعامد الشمس على الكعبة هو حدث لا يهم العالم الإسلامي فقط، بل كل المهندسين وعلماء الفلك. نحن ننظر إليه بمفهوم ديني، ولكنه إعجاز علمي له تفاصيل وأسس علمية. نهى تحلل: هذا دليل على أن العلم والدين من الممكن أن يلتقيا. الكعبة معجزة من معجزات الله، والتعامد ليس إلا جزء بسيط مما تخفيه هذه المعجزة. أبو بدر يكتب: باستخدام أجهزة الرصد الفلكي يمكن رصد لحظة التعامد بدقة تصل إلى دقائق معدودة، ومتابعة حركة الشمس لتحديد خط عمودي يصل إلى مركز الكعبة. إذن من المتوقع أن تتكرر ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة خلال موسم الحج في الدورة القادمة التي توافق عام 2059. ستحدث بعد 4 أيام تقريبا من يوم عيد الأضحى المبارك. لكن دعونا نركز على هذه النقطة: تعامد الشمس بمعناه الفلكي العام لا يحدث فقط على الكعبة المشرفة، بل يمكن رصده في أي نقطة على سطح الأرض الواقعة بين مدار السرطان ومدار الجدي، أي في المنطقة المدارية، وليس في كل الأماكن على الكوكب.